في حاجة بتوجع أكتر من الفرقة، السكوت المفاجئ، القطع اللي بيجي من غير إنذار ويسيبك مليانة أسئلة من غير أي إجابة واضحة. لما الراجل يبدأ يتجاهلك سواء في أول العلاقة أو بعد ما قربتوا من بعض، اللي هتعمليه بعد كده ممكن يغير كل حاجة، مش علشان تقدري تتحكمي فيه، لكن علشان ترجعي السيطرة على نفسك. حصل قبل كده إن رسايله وقفت فجأة، بقى بارد، وإنتي اتمليتي خوف، بتحاولي تفهمي إيه الغلط اللي عملتيه. عادي جدا تحسي بالحيرة والضعف، بس الحقيقة اللي محدش بيقولها، المشكلة مش إنه اختفى، الغلط الحقيقي في الطريقة اللي بتتعاملي بيها مع البعد ده. معظم الستات بتتصرف من وجعها، بتحاول تصلح اللي شايفاه مكسور، بس التصرف ده نادر جدا ما بيرجع الراجل، بالعكس بيخليه يبعد أكتر. كارل يونغ كتب عن ديناميكية اللاوعي. كل حاجة بتضايقنا في الناس ممكن تساعدنا نفهم نفسنا أكتر، وده بالظبط جوهر الكلام هنا. اللحظة المؤلمة دي، سكوت الراجل، هنستخدمها كأنها مراية نبص فيها لجوانا مش لبره. الكلام هنا مش عن إنك تلعبي بيه أو تخليه يشتاق لك، الموضوع عن 5 أخطاء هادية بس مدمرة أغلب الناس بيعملوها من غير ما يحسوا، وإزاي تتصالحي مع نفسك تاني من جوه، في النقطة اللي ثباتك النفسي مش مربوط بحد تاني. إحنا بنتكلم بإحساس وبصدق عاطفي وبفهم نفسي. يونغ كتب في الإنسان ورموزه: طول ما أنت مش بتخلي اللاوعي واعي، هو اللي هيسيطر على حياتك، وأنت هتسميه قدر. طب إيه رأيك لو السكوت ده في الحقيقة فرصة علشان تعملي كده بالظبط؟ وأكتر من كده كمان، أنت مش لوحدك، دي كمان دعوة للاتصال، للأخوة العاطفية بين الستات، علشان لما نفهم حاجة جوانا الشفاء بيبدأ من جوه، ومن هناك كل حاجة بتتغير. فاستني للآخر، أوعدك كل دقيقة هتكون تستاهل. الخطأ الأول، البرود السطحي. لما الراجل يبعد أو يتجاهلك دايما تسمعي نصايح زي: عامليه بنفس الطريقة، اقري رسايله بس ما ترديش، ما تكتبيش له، خليه يحس بنفس الإحساس. الكلام ده شكله قوي في الأول، لكنه في الحقيقة سطحي وخطير كمان، لأن السكوت ممكن يعني حاجات كتير. سكوت من غضب مش زي سكوت من راحة، الانسحاب كخطة مش زي التنازل اللي بيجي من سلام داخلي. الراجل مش بيبص على الكلام اللي بتبعتيه، هو بيحس بالطاقة اللي ورا الكلام. لما تستخدمي أسلوب الكتف البارد في الغالب بتتصرفي من وجع، من رغبة في إنك تثيري رد فعل، لكن هو مش بيشوف ده ككرامة، بيشوفه كتوتر، والتوتر ده بيخليه يبعد مش يقرب. كارل يونغ كتب في الأنواع النفسية: المشاعر اللي ما نعيشهاش عمرها ما بتموت، بتدفن حية وبتطلع بعدين في شكل أبشع. وده اللي بيحصل هنا. السكوت السطحي بيغطي مؤقتا رغبتك إنك تتشايفي وتتفهمي، وده مش بيتحقق بالحيال، بيتحقق بالحضور العاطفي. تخيلي حد بيبعد علشان ظروفه، ضغط، توتر، خوف، وانت تردي عليه ببرود محسوب. اللي كان ممكن يكون مسافة بسيطة بيتحول لهوة عاطفية. هو مش بيحس إنك بتديله مساحة، بيحس إنك بتخلقي توتر. وقليل جدا من الرجالة يعرفوا يتعاملوا مع ده من غير ما تحصل فجوة دايمة. رجالة كتير بيتعاملوا مع البرود العاطفي بطريقة تانية. لما الست تبقى باردة ومفيش بينكم ارتباط عميق، هو ببساطة بيقبل ده. بالنسبة له معناها إنها ما بقتش شايفة نفسها في العلاقة دي. بالعكس، هو بيستخدم المسافة دي علشان يثبت قراره إنه يبعد، مش علشان ما بيحبكيش، لكن علشان بيشوف البرود بتاعك كعلامة إنكم مش متوافقين عاطفيا. ستات كتير بيفهموا ده غلط، بيفتكروا إنهم كده بيظهروا قوة، لكن بالنسبة له ده بيبان كبرود أو دراما صامتة. هو مش شايف وجعك من الناحية التانية، شايف بس تصرف بعيد
مالوش دعوة بالقرب. المهم إنك تفهمي، الموضوع مش إنك تتقبلي سكوت الراجل، لكن إنك ما ترديش من نفس المكان العاطفي. القوة الحقيقية مش في التمسك، لكن في التركيز. استخدمي السكوت مش كعقاب، لكن كمساحة رعاية ذاتية، مش علشان تختفي وتلعبي بيه، لكن علشان تلاقي نفسك تاني. من اللحظة دي كل حاجة بتتغير، لأن طاقتك مش بتروح علشان تستني رد، لكن علشان ترجعي لمركزك الداخلي. ومن المركز ده لو حصل تواصل، النغمة بتكون مختلفة تماما، هادية بدل ما تكون متوترة، ناضجة بدل ما تكون متعلقة. وده بالظبط اللي الرجالة الناضجين عاطفيا بيلاقوه جذاب جدا. الرجالة مش عايزين يتحكموا في المشاعر، هما بينجذبوا للست اللي عالمها مش داير حوالين بيهم بس. يونج كتب عن الأنا واللاوعي: النور مش بيتحقق بتخيل صور مضيئة، لكن بإنك تبقي واعية للظلام. وده معناه إن الرغبة في تجاهل حد مش بتيجي من وضوح، لكنها من خوف. خوف إنك مش كفاية، خوف من الهجر، خوف من فقدان السيطرة. لما تعيشي الوعي بالخوف ده، تقدري تختاري إنك ما تتصرفيش على أساسه. علشان كده السكوت لازم يكون قرار واعي، مش رد فعل متهور، لكن توقف مقصود. مش غياب صاخب، لكن مساحة شفاء، مش انتقام. لما تتصرفي من سلامك الداخلي، مش مهم هو يرجع ولا لأ، المهم إنك ترجعي لنفسك. وده اللي فعلا بيفرق. أول غلطة مش السكوت نفسه، لكن السكوت اللي نابع من الغضب. إنك تضيعي نفسك وإنتي بتحاولي تبعدي عنه، إنك تتوهي في العملية. وساعتها أقوى حاجة عندك هي إنك تمشي برقية، بوضوح وبكرامة هادية. كرامة مش محتاجة صوت عالي علشان تتشاف. الخطأ التاني: الصمت كعقاب. هناك فرق كبير بين منح المساحة لشخص ما ومعاقبته بالصمت. ما يبدو غالبا وكأنه انسحاب استراتيجي، يفهم في الحقيقة على أنه عقاب. لماذا؟ لأن الصمت يحمل وزنا عاطفيا. لما تستخدمه لتؤذي أو تستفز، فإنه يتحول إلى لعبة قوة، ولا سمس مشي إلى حدود صحية. الخطأ التاني: وحدوثا لما تقرر المرأة أن لا تتكلم، ليس لأنها تحتاج إلى الهدوء، بل لأنها تريد أن يشعر الرجل بغيابها. المنطق المعروف: عليه أن يقدرني فقط بعد أن يخسرني. رغم أن هذه الفكرة منتشرة، إلا أنها نادرا ما تنجح مع الرجال. كثير منهم لا يرون الصمت كإشارة للتقرب، بل كدراما عاطفية، أو ببساطة كباب مغلق. كتب كارل يونغ في أعماله النفسية أن حيث تسود المحبة لا وجود للسلطة، وحيث تسود السلطة تختفي المحبة. لذلك عندما يستخدم الصمت كوسيلة للسيطرة، يحدث بالضبط هذا: تمارس السلطة ولا تبنى العلاقة. وحتى لو بدا الأمر في البداية وكأنه نوع من الحماية الذاتية، فإنه في الحقيقة يخلق جوا من التوتر يمنع أي إمكانية للمصالحة الحقيقية. الرجال غالبا ما يشعروا بالمسافة بشكل مختلف عن النساء. بينما تشعر المرأة في مثل ذي اللحظات بالخوف أو القلق أو الشوق، يرى الرجل الموقف نفسه كعلامة على أن لا أحد يتوقع منه شيئا بعد الآن. بدلا من أن يحاول أو يفكر، يبتعد أكتر. ما يبدو للمرأة مقاومة صامتة، يعني له ببساطة نهاية الحديث. لا يشعر بدافع داخلي للتفسير أو التوضيح، بل يفترض أنك أفضل من دونه ويمضي في طريقه. عندما يستخدم الصمت كعقاب، فإنه يكشف في الحقيقة عن خوف أعمق من الضعف. بدلا من قول الحقيقة: هذا آلمني، تختارين أن لا تقولي شيئا كي تبقي السيطرة بيدك. وراء هذا المظهر من اللامبالاة يوجد غالبا ألم مكبوت، لكنه غير مشفى. يتحول الصمت إلى جدار لا يبعد الآخر فحسب، بل يحبسك أيضا في الداخل. والمفارقة هي أن هذا البرود المصطنع يؤذيك في النهاية أكثر مما يؤذيه. المرأة الناضجة عاطفيا لا تحتاج إلى عقاب، بل إلى وعي. تسأل نفسها:
هذا الشيء يحدث داخلها عندما يبتعد. ما الجراح القديمة التي تثار؟ ما المعتقدات عن الحب، الفقد أو الرفض التي تظهر؟ هناك تبدأ عملية الشفاء، في التعرف على ردك وفهمه، لا في محاولة تعليم الآخر أو إيذائه. كتب يونج أن لقاء شخصيتين يشبه تفاعل مادتين كيميائيتين، إذا تفاعلت إحداهما تتغير الاثنتان. ولشيء يحدث هذا التغيير يجب أن يكون هناك صدق، والعقاب مهما بدأ أنيقا ليس صدقا بل جدار حماية. كثير من الناس يكررون دون وعي ما تعلموه في علاقاتهم السابقة أو في طفولتهم: الصمت كسلاح، وحرمان القرب كعقاب. يظنون أنهم يحمون أنفسهم، لكن في الحقيقة يبقون الألم حيا. لذلك إذا شعرت برغبة في الرد على صمته بالبرود، توقفي لحظة واسألي نفسك: هل يجي ذلك من حكمتك الداخلية أم من ألمك؟ إن كان من الألم، خذي نفسا عميقة، أطلقي سراح وعودي إلى نفسك. النضج لا يقاس بمدة صمتك، بل بما تفعلين بهذا الصمت. الصمت الصحي يشفي، يخلق مساحة وحرية، لا يتلاعب، بل يمنحك فرصة لإيجاد نفسك من جديد. المرأة التي تختار هذا الصمت الواعي لا تفعل ذلك لتستفز أو لتظهر القوة، بل لتصنع السلام داخل نفسها. الخطأ الثالث هو إثارة الغيرة. كثيرون يعتقدون أن الرجل لا يتفاعل إلا عندما يرى شخصا آخر مهتما بك. الفكرة هي: عندما يراني مع شخص آخر سيدرك ما فقده. لكن هذه الاستراتيجية تفشل في الغالب. الغيرة لا تخلق اتصالا، إنها تثير فقط الكبرياء المجروح. الرجل الذي يعود بدافع الغيرة لا يفعل ذلك بدافع الحب أو الرغبة في التغيير، بل لأن كبرياءه قد جرح. وهكذا يبدأ من جديد دوار المسافة، الألم، ولعبة القوة، بلا شفاء، بلا نمو، وبلا قرب حقيقي. كتب كارل يونغ في علم النفس والخيمياء أن الظل هو كل ما نرفضه داخل أنفسنا، لكنه يظهر في سلوكنا رغم ذلك. وإثارة الغيرة هي غالبا تعبير عن هذا الظل، الحاجة غير المشبعة لأن ترى وتقبل وتبرر. لكن هذه الحاجة لا تلبى بالإعجابات أو الاهتمام السطحي، بل فقط بالأصالة الحقيقية والحضور الواعي. الرجال الناضجون عاطفيا نادرا ما يستجيبون للتلاعب. قد يلاحظون أنك محاطة بآخرين، لكن إذا شعروا أنك فقط تحاولين جعلهم غيورين يفقدون الاهتمام. ليس لأنك لا تهمنهم، بل لأنهم لا يشعرون بأنهم مختارون، بل مستخدمون. ولمن يبحث عن اتصال عاطفي حقيقي، فذلك لا يكون سوى رفضا مقنعا. من ناحية أخرى، الرجال الذين ينجرون إلى هذه الألعاب يتصرفون هم أيضا بدافع الأنا. غيرتهم لا تأتي من الحب، بل من الرغبة في الشعور بالتفوق. هذه الديناميكيات لا تبني علاقة مستقرة، بل تغذي القلق، المنافسة، والخوف. وغالبا ما تمبع هذه السلوكيات من شعور مجروح بقيمة الذات. عندما لا نشعر بأننا كفون، نبحث عن التقدير في رغبة الآخرين لملء الفراغ الداخلي. لكن هذا التقدير مؤقت وهش، يعتمد على الانتباه لا على حب الذات الحقيقي. محاولة جعل شخص ما يغار تنقلب غالبا ضدك. عندما يدرك الرجل إنك حولت العلاقة إلى لعبة، ينسحب تماما، ليس لأنه بلا مشاعر، بل لأنه لا يريد أن يكون جزءا من هذه الديناميكية. كتب يونج مرة إن الإنسان الحديث يبحث عن روحه. إذا لم تعرفي نفسك، هتتصرفين دون وعي، مدفوعة بقوة تقودك بالضبط نحو ما تخافين أكتر. وهذا ما يحدث عندما تثيرين الغيرة خوفا من الهجر، تخلقين ما تخافين منه: أن تهجري. القوة الحقيقية لا تكمن في أن تريها أنك قد تفقدين، بل في أن لا تفقدي نفسك. قيمتك لا تقاس بعدد الرجال الذين ينظرون إليك، بل بكم السلام الذي تحملينه في داخلك. هذا الهدوء مغناطيسي، وهذه الطمأنينة جذابة.
المرأة التي لا تتنافس، لا تتلاعب ولا تشعر بالحاجة إلى الاستفزاز تبقى لا تنسى. الخطأ الرابع: الصدق العاطفي مع الشخص الخطأ. الصدق ضروري في كل علاقة، لكن حتى أصدق حقيقة يمكن أن تفهم كرفض إن قيلت في الوقت أو بالطريقة الخطأ. الخطأ الشائع الذي ترتكبه كثير من النساء عندما يبتعد الرجل هو أنهن ينفتحن عاطفيا في تلك اللحظة تحديدا، بدافع الرغبة في توضيح الأمور أو إعادة الاتصال فورا. هذا مفهوم، لكن التوقيت حاسم. هناك فرق بين التحدث من هدوء داخلي والتحدث من جرح مفتوح. عندما تقولين له ما تشعرين، تسألينه عن الأسباب أو تعترفين بخوفك، تتوقعين دون وعي ردا يهدئك. لكن في مثل تلك اللحظات يكون هو غالبا غير قادر عاطفيا على تقديم ذلك. ما يدركه ليس ضعفك، بل عبء عاطفي، شيئا لا يستطيع أو لا يريد أن يحمله. يونغ كتب في الإنسان ورموزه إن مقابلة الإنسان لنفسه دايما بتبدأ بمقابلة ظله. إنك تفتح قلبك وإنت لسه موجوع من غير ما تكون فاهم الظل ده ممكن يبقى إحساس صعب جدا، مش رابط، بل مرهق. الصراحة العاطفية المفروض تجيب وضوح، مش بس راحة مؤقتة. لو محتاج تفضفض، اعمل كده مع نفسك أو مع صاحبتك أو مع دكتور نفسي. بس لو قررت تتكلم معاه، كلماتك لازم تطلع من مكان ثابت جواك، مش من انتظار إنه يخلصك من وجعك. ساعتها بس تقدر تعبر من غير ضغط، تشارك من غير تحكم، وتتواصل من غير طلبات. رجالة كتير مش شاطرين في الكلام العاطفي، مش عشان هم باردين، لكن عشان عمرهم ما اتعلموا. وعشان كده وعيك العاطفي بنفسك هو المفتاح، يخليك صريحة من غير ما تضيعي نفسك، ومفتوحة من غير ما تتعري قدام حد. لما الست تفتح نفسها فجأة بالعواطف ويبقى عندها توقعات كبيرة، الرجالة كتير بيحسوا إنهم مضغوطين يصلحوا حاجة هم مش فاهمينها أصلا. رد فعلهم الطبيعي بيبقى غالبا انسحاب أو تجنب. ده مش معناه إنك ما تتكلميش، معناه بس إنك تتعلمي تعرفي الوقت الصح. ساعات أحسن حاجة تعمليها إنك تستني، خصوصا لو مش عايزة مواساة، لكن بس عايزة تعبري عن نفسك. لما تتكلمي من هدوء داخلي، كلامك ما بيروحش، بيفضل في الجو من غير ما يخلي الطرف التاني يدافع عن نفسه. الست اللي تقدر تحافظ على توازنها الداخلي مش عشان تخبي نفسها، لكن عشان تكبر، بيبقى عندها طاقة جاذبة قوية جدا. مش لازم تقول كل حاجة في لحظتها، عارفة إمتى تحس، تفكر، وبعدين تتكلم، وبتعرف إزاي تعمل كده. الصراحة العاطفية مش بس في الكلام، لكن في الطاقة اللي بتقوليها بيها. نفس الجملة ممكن تبان زي رجاء يائس أو حقيقة هادية، والفرق ده مهم جدا. لما تتكلمي من وجعك ممكن ترتاحي شوية، بس ممكن تكسري الرابط بينكم. لكن لما تتكلمي من وعي ممكن يوجع في اللحظة، بس بيغير العلاقة من جوه. فلو حسيتي إنك عايزة تطلعي كل حاجة فورة، وقفي، خدي نفس عميق وارجعي لنفسك. حقيقتك مش بتضعف لما تأجليها، بالعكس، بتقوى لما تطلع من مركزك، مش من فوضاك. الغلطة الخامسة: الرغبة في تصليح كل حاجة. لما الراجل ينسحب، ستات كتير بيحسوا إن لازم يتصرفوا فورا، يفهموا، ينقذوا، يحلوا. سكوته بيبان كأنه خطر، كأنه لازم تعملي حاجة دلوقتي قبل ما يفوت الأوان. بس الرغبة دي واحدة من أكتر الغلطات الشائعة والمش مفهومة. الخوف من فقدانه بيولد رعب جواكي. لو ما عملتش حاجة دلوقتي كل حاجة هتخلص، لكن في الغالب بيحصل العكس. الإلحاح ده بيبان زي يأس، واليأس حتى لو في حب بيكسر الجاذبية. يونج كتب في الحاضر والمستقبل: الإنسان محتاج صعوبات، دي ضرورية لصحته النفسية. وده يشمل فترات الشك كمان. مش كل حاجة توجع لازم تتصلح فورا. أوقات كتير أحسن حاجة هي إنك تستحملي المسافة اللي بينكم حتى لو وجعاك، لأن في المسافة دي
ممكن يحصل النمو الحقيقي. رجالة كتير بيتعاملوا مع العواطف بطريقة مختلفة. البعد مش دايما معناه لا مبالاة، بس أوقات تفكير وتأمل. لكن لو في الوقت ده ضغطتي، طلبتي، أو اتصرفتي بعصبية، مش هيشوف ده كحب، هيشوفه كضغط. والضغط ما بيقربوش، بالعكس بيبعدوا أكتر. الإلحاح ده كمان بيكشف إنك جواكي مصدقة إن فيك حاجة غلط لما هو يبعد، وساعتها بتبتدي تبذلي مجهود زيادة، رسايل، مكالمات، محاولات توصليله. بس الحب الحقيقي ما بيطلعش من الخوف، بيطلع من الحرية. الست اللي تعرف تستنى مش سلبية، دي حكيمة، فاهمة إن اللي حقيقي ما يحتاجش يتفرض. لو فعلا حاسس هيرجع، ولو مرجعش هي تفضل كاملة، لأن قيمتها مش متعلقة برد فعله. الرغبة في تصليح كل حاجة كمان بتمنعك تتعلمي. بدل ما تسألي نفسك إيه اللي بيحصل جواكي، بترمي كل حاجة عليه، وبتضيعي الطاقة اللي ممكن تستثمريها في تطورك الشخصي. الكلام الإجباري نادرا ما يجيب وضوح، عادة بيجيب إجابات سطحية ما بتحلش حاجة، وبتفضلي دايما في دايرة عاطفية ناقصها حاجة، مش بس كلام، لكن توازنك الداخلي. الست القوية ما بتخافش من الشك، بتقبله كجزء من الرحلة، عارفة إن التنازل عن السيطرة مش خسارة، لكن ثقة. فلو كل حاجة جواكي بتصرخ إن لازم تعملي حاجة فورا، وقفي، خدي نفس، ما تتصرفيش بالاندفاع. حتى السكون رد، وغالبا أقوى رد، لأن في الهدوء ده أنت بتدي مساحة مش بس ليه، لكن لنفسك كمان. لما الراجل يتجاهلك، الموضوع مش دايما عن إحساسه، لكن عن أنت بتعملي إيه مع نفسك. كل الغلطات اللي اتكلمنا عنها النهاردة طالعة من نفس النمط، الانفصال الداخلي، ومحاولة تلاقي بره اللي ناقص جواكي. المفتاح مش في رد الفعل، لكن في الوعي. يونج كتب في ذكريات، أحلام وتأملات: رؤيتك هتوضح بس لما تبص جوه قلبك. اللي يبص بره بيحلم، اللي يبص جوه بيصحى. الفيديو ده دعوة تعملي كده بالظبط، تصحي. ما تضيعش نفسك خوفا من إنك تضيعيه. ما تبقيش النسخة القلقة اللي بتستعطف الاهتمام لما الشخص التاني مش متأكد لو عايز يفضل. هدوءك أثمن من أي رد فعل، وضوحك أجمل من أي خطة. الرجوع لنفسك مش بس شفاء، ده إنك تبقي مغناطيسية. لأن لما الست تختار السلام بدل الخوف، بتبقى لا تنسى، مش عشان اللي بتعمله، لكن عشان الطاقة اللي بتشعها. لو الفيديو ده خلاكي تشوفي الأمور أوضح، اشتركي، اعملي لايك وشاركيه مع حد محتاج يسمع الرسالة دي. لأن إننا نصحى سوا، ده كمان حب.